السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو زي ما عودناكم نذكر الله ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي كل اخواتي في كل مكان وفي كل حتة، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. معلش على التأخير، النهاردة جايب لكم حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة من عندنا هنا من سر واحد فلاح قراري من عندنا، حاجة بسم الله ما شاء الله عليها. دي عشبة هنا بتزرع في الفلاحين. دي أول حاجة يعني، واحنا هنعرفها ان العنصر ده مهم جدا للطيور. يعني أول حاجة هنقول عليها النهاردة دي عنصر مهم أصلا للطيور والفراخ البياضة اللي هي الفراخ البلدي الهجين والحمام وأي أنواع طيور بتبيض. يعني عند الطيور كلها والحمام والفراخ بيساعد الإناث على البيض، على زيادة الإنتاج، وهو موجود في فصل الشتاء بس. يعني العشبة ديت موجودة بتزرع في فصل الشتاء بس. حاجة موجودة يعني بكثرة، وهي عشبة جميلة جدا. يعني الناس ممكن تكون مستغربة إن الحمام بياكل العشبة دي. يعني أنت لو قدمتها كل شهر مرة يعني حلو أوي. ده موسم بيجي 4 شهور في السنة و3 شهور. لو قدمتها 3 مرات في السنة حلو، بتخلي الحمام يبيض، بيشغل العنقود بتاع البيض. يعني بسم الله ما شاء الله بيخلي الحمام يشتغل، يلحم العش في العش برضه مع الأعشاب اللي احنا بنديها، ومع الحاجة اللي احنا بنقدمها، لحم الكلفة النظيفة اللي هي الحمام، بيخلي الحمام يشتغل 100. عشبة البرسيم دي أصلا معروفة بتشغل يعني العنقود بتاع البيض عند الطيور والحمام وكده. يعني هي عشبة البرسيم الحجازي دي موجودة. يعني دي جايبة من عندنا، ده يعتبر دي بجنيه، شوية بجنيه. انت لو جبتوها مثلا مرة ولا مرتين في السنة، دي حاجة جميلة حلوة أوي الحمام، وتشغل تخليه يلحم العش في العش، والبيض يبقى بالصلاة على طالع، مفيش بيض طالع مروق. يعني البيض بيبقى طالع كله تمام. عشان أقدمها للطيور والأرانب، وبتقدم للأرانب برضه هي والبطاطا. يعني البرسيم دي حلو أوي، البطاطا للأرانب والجزر. تقطعها حتت صغيرة، تروح جايب السكينة على قرم خشب وتقطع البرسيم دي حتت صغيرة وتقدمها للحمام أو الأرانب أو الفراخ. بيحفز الحمام والفراخ والأرانب على الإنتاج. الأرانب على الإنتاج حلو لهم، والحمام والطيور والفراخ دوت إنتاج البيض. وهي عشبة البرسيم هي جميلة جدا، وبتحافظ، بتحط منها للحمام لو حطيت يعني كل شهر مرة واحدة. حاجة حلوة جدا، بتحسن منها عملية الهضم، مش بتلاقي انتفاخ للحوصلة خالص. يعني الخضار دوت بسم الله ما شاء الله. هي بتساعد، يعني حلوة، بتساعد الحوصلة ما تكونش منفوخة. الحمام صحته حلوة، بيخليه يهضم، بيساعد على الهضم. يعني جميل جدا، وبيخليه يعني يشتغل البيض على طول. لو انت خدت الزغاليل وساعدت معاه بالزغطة على طول، مفيش 5 ايام وتلاقي الجوز جاهز عش وباض اول بيضة، وبعدها ب3 ايام يروح بيض البيضة التانية. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. احنا قلنا بيساعد بقى على الهضم والانتفاخ، وحلوة جدا وحاجة طبيعية. جربوها وقولوا يعني قولوا لي عليها. العناصر اللي موجودة في البرسيم موجود فيه الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ونحاس والزنك، وغني جدا للحمام بالفيتامين كمان، بالفيتامين، وفيها فيتامين أ وفيتامين د وفيتامين ج وفيتامين ه. فيها جميع الفيتامين، العناصر يعني عناصر طبيعية موجودة في عشبة البرسيم ديت للطيور والحمام. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة طبيعية من عندنا، موجودة احنا عندنا. ولا هنجيب أدوية ولا هنجيب حاجة تشغل العنقود بتاع البيض أو الحمام يلحم العش في العش ده من الصيدلية. لا، احنا منجيبش أدوية خالص من الصيدلية. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة طبيعية من عندنا، ويخلي الحمام والدواب جميع الطيور كلها، يحفز على كثرة البيض، وبيشغل الإناث على كثرة البيض، ومهم جدا. ويقي الحمام من الإسهال. لو الحمام عنده إسهال ولا البذل بتاعه أزرق، يمنع ده كله، يخلي البذل بتاع الحمام طبيعي خالص، الزرقان بتاع الحمام ده طبيعي، ويمنع الإسهال ويزود الإنتاج. والله يا جدعان دي حاجة
حاجة من الطبيعة، حاجة من الطبيعة يعني. حبيت اتكلم عنها العشبة دي، يعني هتستغرب من العشبة، بس هي بسم الله ما شاء الله يعني حاجة اهي. انت لو جبتها كل شهر مرة ب2 جنيه وخرجتها 200 شوية هياكلوا منها، بس هتساعدك على هتخلي الحمام بسم الله ما شاء الله. ما تنسونيش كل يتفرج على الفيديو يعمل لايك ويشترك في القناة، كل اخواتي وكل اب وام، كل اخواتي في كل مكان يشتركوا لي في القناة ويصلوا على سيدنا محمد وحدوا الله. دي عشبة جبتها لكم النهاردة، ما تستغربوش يعني، عشبة دي من عندنا يعني عشبة طبيعية، انا حبيت اتكلم عليها النهاردة يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. هي عشبة البرسيم ان شاء الله يعني، دي لحقتها قبل ما تخلص. دي سر من واحد، سر او راجل فلاح عنده برج حمام، راجل فلاح، دي سر من عنده، اللي علينا بحطها للحمام في البرج يعني بسم الله ما شاء الله. بتخلي الحمام مية مية ويشغل عنقود البيض. ما تنسونيش بقى بلايك واشتراك في القناة وصلى على سيدنا محمد. بيخلي الحمام، بص انا خدت الزغاليل بكملها تقع معايا بره بالزغاطة، وبيلحم على طول العش في العش. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي. وان شاء الله بكره هنعمل فيديو رش الطير دخلة الصيف، في موجود يعني حاجه كده صغيره رخيصه نوكي بيها الحمام ونطهر بيها المكان عشان الحشرات بتاع الصيف والطير والدبان والحاجات دي ما تجيش للحمام. هنجيبها وهنعملها عمل وهندربها وهنرشها بالبخاخة ونطهر المكان كويس ان شاء الله. ده الفيديو التاني بأمر الله. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، كل حبايبي في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.